ده الكفتة ب20 جنيه في وسط ترندات الكفتة. جربت مولانا سندوتش طرب، طعمه خطير حرفيا. التوابل بتاعة الطرب والمنديل طعمهم خطير. بس كان نفسي يعملوا التحميصة دي اللي كانوا مشهورين بيها، علبة طحينة، بس دي أنا اللي دافعت منها. ما بيجيبش من الأرض طحينة. سجق عادي قوي، والتوابل بتاعته خفيفة جدا، ما عجبنيش. سندوتش ستيك، شايفة حتة التحميصة ازاي؟ الستيك كتتبيلة طعمها حلو، بس فيها شدة قوية قوي، والحتة الرفيعة خالص دي على العيش ده قليلة قوي عليه. العيش أكتر بكتير. كفتة، كفتة ب20 جنيه. ها. الكفتة دي طعم خطير حرفيا. اللحمة طرية من جوه، وفيها طعم الفحم والشوي بطريقة حلوة جدا. دي تنافس أماكن كتيرة جدا. ده أنا لو كنت واخد بالي إنها بالطعم ده كان زمان جبت منها كذا واحدة. والعيش باين إن هو صابح، مش ناشف ولا أي حاجة. بس برضه كان نفسي التحميصة بتاعت العيش دي أرمش معايا كده، كانت هتبقى لذيذة أوي. حواوشي ديناميت، يعني رائع رائع رائع. الديناميت ده كان حلو جدا جدا جدا. الديناميت ده حواوشي، بعد كده حاطط في البيه ستيك، وحاطط في البيه السجق. طعمه خطير الميكس على بعضه، والتحميصه اللي فوق دي عجباني بطريقه فظيعه. وبس كده.